السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريم الشانتيه بقى غالي قوي، معدي ال 200 جنيه دلوقتي. في ناس كتير بتبقى عايزة تفرح ولادها، وفي نفس الوقت المكونات بقت أسعارها نار. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض بديل لكريم الشانتيه، طعمه جميل وأطعم من كريم الشانتيه كمان، بمكونات بسيطة جدا وسهلة ورخيصة. أول حاجة معانا هنعوز كوباية سكر، أهي كوباية سكر هنفضيها في طاسة وهنغطيها بميه، يعني مش هنحط ميه كتير. اهو ميه هتغطيها نص كوبايه مثلا او اكتر سنه، وهنديها عصره ليمونه، نص ليمونه هتتعصر عليها، وهنخليها تستوي كويس على النار، تستوي لحد ما قوامها يكون تقيل. هنسويها مع بعض. بعد كده هنجيب بوله وهنحط فيها ده بياض بالطين. زي ما بنفصل البياض عن الصفار على طول، هنفصل بياض بالطين عن الصفار بتاعهم. هناخد البياض بتاعهم بس، وهنحط عليهم سنة سكر صغيرة، دي معانا نص كوباية بس هنحطها على مراحل. وهنجيب المضرب بتاعنا وهنبدأ نضربها معاه السكر والبياض، وهنضرب السكر والبياض مع بعض كويس جدا. هنزود شوية سكر من اللي معانا اهو، لسه فاضل شوية صغار، وهنكمل ضرب فيه. هنفضي اخر شوية سكر معانا. دلوقتي احنا ضربنا البياض اللي معانا، شايفين القوام عامل ازاي، تقيل ازاي اهو. بصوا اهو، قلبناه مهما تقلبيه تمام. دلوقتي بقى احنا بعد ما ضربناه كويس كده هنجيب السكر اللي احنا حطيناه على النار عندنا لحد ما غلي وبقى تقيل كويس، وهنزوده واحده واحده. هنحط معانا اول شويه هما، بصوا كده يا قمر، ده شكل الشربات اللي احنا عملناه. هنفضي بقى الشربات اللي معانا ده اهو واحده واحده، هنفضي على 3 مرات كده ولا حاجه. احنا سيبناه يتهوى سنه بس بصراحه عادي لو اشتغلنا منه دلوقتي برضه مفيش مشكله. هنفضي شويه ونضرب، هنفضي كمان شويه، وادي اخر شويه معانا اهو. فضيناهم كلهم، والقوام بتاعنا جميل جدا. طبعا الشربات سخن فطبعا خف معانا القوام. هندخله التلاجة 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما نصبه، وهتلاقوا معاكم حاجة احسن من الكريم شانتيه بكتير جدا وموفرة جدا. تقدر تعملها في اي وقت، حتى لو معاكي فلوس وتقدر تشتري كريم شانتيه وما عندكيش وقت، او ما عندكيش مثلا حد جنبك تشتري منه، تقدر تعملي الطريقة دي. هنضربهم. اخر حاجة معانا هنحط رشة فانيليا اهو، باكو فانيليا هنفضيه. الفانيليا بس عشان تدينا طعم كويس. بصوا كده القوام، بصوا اهو اهو، بصوا قوام تقيل جدا، حاجه جميله خالص. كل اللي احنا هنعمله هنحطه في التلاجة شويه علشان القوام بتاعنا يكون ماسك نفسه كده، لان هو دلوقتي سخن شويه. هنحطه في التلاجة يبرد شويه، وهوريكم دلوقتي وانا اصبه هيبقى عامل ازاي، احسن من الكريم شانتيه كمان، وطعمه جميل جدا. ودلوقتي كده بصوا، بعد ما الكريمه بتاعتنا خدت نفسها شويه في التلاجة، بصوا اهو اهو، طب مطلعه معانا كريمه جميله اهو. وطعمها جميل قوي قوي، جربوا تعملوها هتعجبكم خالص بجد. حاجه جميله خالص، تقدروا تزينوا بها التورت، تعملوا بها جاتوه، تعملوا بها اي حاجه. مكونات اقتصاديه جدا اهي قدامكم اهي، جربوها. ولو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، واستنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. مع السلامه.